السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة ديالي، فيديو جديد ووصفة جديدة. هاد الوصفة الصراحة زوينة بزاف، راقية ولذيذة. غير من المنظر ديالها كتشهي. هادو ميني بسيطلات ديال القرقاع أو بريوة على شكل بسيطلة. كتجي معلكة بزاف، هشيشة وتصلح لمعسلات رمضان، وفي نفس الوقت ممكن تدخلوها في بلاطو ديال الحلويات لجميع المناسبات. هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم سهله بزاف، كتجي معلكه حيت غادي نديرو فيها اللوز، غادي يعلكها وواحد القرمشه ديال الكركاع، كيجيو شي حاجه طوب الصراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا بالنسبه للمقادير انا دايره واحد الكميه صغيره، نتوما ممكن تضاعفوا. هنا عندي 200 غرام ديال اللوز مطحون، ممكن تاخذوه غبره واجد او لا تفسخوه وتيبسوه شويه يعني ينشف وتطحنوه. عندي 200 غرام ديال الكركاع، عندي 2 معالق ديال نيستلي كراميل، معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده، وعندي واحد شويه ديال الزهر، القياس اللي غيجمع لي هاد العقده هادي، وعندي شي حبه ديال الكركاع هكا صحاحين غادي نزينو بهم في الاخير. وبالنسبه للورقه اللي غنخدم بها ان شاء الله، غنخدم بالورقه ديال الفيلو. ممكن تخدموا حتى بالورقه ديال البريك بطبيعه الحال، او لا الورقه ديال المغرب بطبيعه الحال. دائما كنقول لكم الورقه ديال المغرب لا يعلى عليها، اللي كتقدم يعني كنشريوها من الزنقه واجده، هذه كتعطينا الطوع اكثر. هنا خديت الكركاع هرمشتو يعني طحنته، ولكن خليته شويه باقي يعني باقي فيه ديك القرمشه. كنزيد عليه اللوز مطحون، وكنزيد ديك 2 معالق كبارين ديال دولسي دي ليتشي او لا نيستلي كراميل بحال بحال. هنا كنزيد واحد المعلقه ديال الزبده كبيره، كتكون يعني رطبه شويه، خرجناها واحد الساعه او لا اكثر من الثلاجه. وهنا الزهر كنخليه حتى الاخر، في الاول كنجمع هاد المقادير الاول، كنخلطوا كل شيء، ديك الكركاع واللوز والنيستلي كراميل او لا دولسي دي ليتشي بحال بحال، وديك المعلقه ديال الزبده. هنا الزبده الا نسيتو ما خرجتوهاش قبل ذوبوها ماشي مشكل. وبدا كنزيد دابا شويه الزهر شويه بشويه، يعني واحد 2 معالق 3 على حسب اللوز واش ناشف ولا لا. انا هاد اللوز اللي درت اللوز اللي كيجي واجد يعني مطحون غبره، يعني كيكون شويه ناشف، على داكشي درت معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده، وبديت كنزيد الزهر شويه بشويه حتى كيتجمع الخليط بحال هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم انا درت كميه صغيره، وممكن ديروا غير 100 غرام، او لا ديروا بحالي 200 غرام. والناس اللي يعني يجربوا الوصفه ومن بعد نجحت معاهم ممكن يضاعفوا المقادير، حيت المقادير اللي درت انا كيخرجوا واحد الكميه اللي هي صغيره. كيف ما قلنا في دابا رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بالصحه والسلامه. كيكونوا الاذواق هكا ديال الدراري، كل واحد كنديروا له خاطرو، وضروري ما خصنا نديروا شويه شويه من الحاجه. هنا من بعد ما تجمعت عندي العقده ما كنخليها لا تبرد لا والو، يعني ما تجمعش راسها، ما فيها يعني ما ندير في الثلاجه. العقده ديال الفواكه الجافه غنخليها غير على برا، عكس العقده اللي كنديروا الكعاب او الملوزه كنخليوها تشرب واحد شويه. هنا من بعد ما يعني سرحت واحد القطعه ديال ورق الزبده، نحط عليها هكا ديك الكويرات. انا الكويرات هنا درت فيهم 19 20 غرام، ما يعني ما كنفوتش 20 غرام، باش تجي لي الحلوه متيوله وصغيره، يعني ماشي شي حلوه اللي هي كبيره. انا غالبا الحلوه كما ولفتكم معايا كتعجبني الحلوه تكون صغيره، باش الواحد واخا يعض في الحبه ما تبقالوش، خصوصا في المناسبات كنبغيو ندوقو من كل شيء. هنا من بعد ما كورت دوك الكويرات كاملين، كتجي العقده هكا ما كتفتت ما والو، يعني كيف ما قلت لكم كتبقاو تزيدوا ديك المزهر شويه بشويه، غير شيشات هكا تتجمع معكم العقده. هنا انا خديت الورقه ديال الفيلو، كتعجبني اكثر في الخدمه اكثر من بريك كتجي شي شويه قاصحه، ولكن ممكن تخدموا بها غير تشربوها مزيان بالزبده والزيت. انا هنا استعملت غير الزيت،
غير واحد شويه ديال الزيت، ما درتش الزبده. ممكن تخلطوا ما بيناتهم بطبيعه الحال. والورقه هنا انا قطعتها مربعات، ممكن تقطعوها دوائر بحال النتيجه وحده. انا قطعتها مربعات وكنبدا كنشيت مزيان بالزيت. كندير 3، ممكن ديروا حتى 4 ولكن 3 كافيين. او الا كانوا عندكم الطروفه ديال الورقه هكا مقطعين صغارين كتزيدوا واحد الطريف في الوسط باش تجي القاعده شويه غليظه من التحت، لان من الفوق غادي تطوى، غادي نطويوها كتجي غليظه. اما لتحت الا بغيتوا تزيدوا واحد القطعه هكا صغيره ديال الورقه في الوسط راه كتزيدوها. هنا كنحط ديك الكويره ديال الكركاع واللوز وكنبدا كنتني على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون موضح. كنبدا كنهز هكا، كندير بحال التنيات وكنضغط بالصبع الاخر وكنهز طريف عاوتاني وكنضغط حتى كتجمع معايا بحال الكموسه. كتجي زوينه بزاف، راقيه ولكن ساهله. يعني اي وحده ديرها، واخا بناتنا الصغارات اللي يلاه بداو كيتعلموا كيدخلوا للكوزينه، ساهله دغيا كتوجد كيف ما قلت لكم. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى. كندير 3 القطع ديال الورقه ديال الفيلو، كندهن بالزيت ما بين كل وحده خصوصا الفيلو كتخدم بالنشا، ضروري ما ندهنو كل وحده بوحديتها. كنحط ديك الكويره ديال العقده وكنبدا كنتني. دابا ان شاء الله بالعرض البطيء غير بشويه غادي نوري لكم كيفاش كتجمع. كنطويو التنيات وكنضغطو بالصبع الاخر على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون واضح. وكنساليو ديك الطريف راه غير كنطويوه تما صافي. بغيتو تلصقوا بواحد شويه ديال البيض كتلصقوا. انا اصلا غادي ديك نص د الحبات الكركاع غادي نلصقها ببيض ديال البيض. كناخذوا على هذا الشكل هذا، ما طربتو ما والو، يعني خليتو هكاك. وكنهز ديك النص حبه ديال الكركاع كنغطسها في البيض وكنحطها فوق ديك الحلوه. راه كتثبت ما كتزعزع ما والو، والكركاع راه ما كيتحرقش في الفران. غادي نقول لكم حتى على الطريقه ديال الطياب ديالها ان شاء الله ضروري. وكتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله بزاف متيوله. والعقده لداخل بطبيعه الحال الكركاع واللوز والنيسلي كراميل راه شي حاجه باينه، يعني المذاق غزال بزاف. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش كلشي يفهم ان شاء الله. كنبداو كنهزو كنديرو بحال التنيات وفي الاخير كنجمعو وكنطويو ديك شويه اللي كيشيط ما كنحيدوش، غير كنطويوه تما صافي. كتجي على هذا الشكل هذا وكتوجد دغيا كيف ما قلت لكم. انا هنا درتها في واحد اللاطه غير صغيره حيت كيف ما قلت لكم درت كميه صغيره. الفران كيف ما قلت لكم شعلته على 170 درجه. غادي ندخل اللاطه للفران، غادي ندير اللاطه في الوسط غير في النص الطياب، يعني تدوز واحد المده. نغطيو ديك الكركاع بواحد القطعه ديال ورق الزبده باش ما يتحرقش لينا. وكيطيب كطيب الحلوه كتجي على هذا الشكل هذا، كتحمر من الفوق ومن التحت بلا ما تحرق لينا ديك الحبه ديال الكركاع. المده على حسب الفران ديالكم، ما عندهاش شي مده معينه، غير تبان لكم محمره صافي كتجبدوها. هنا كتكون الحلوه باقا سخونه وكتسقيوها بالعسل اللي كتكون ثقيله. بغيتو ديروا السيرو كديروا، انا كتعجبني بالعسل حسن. العسل هنا انا ديال السكر صايبته في الدار، بغيتو ديروا العسل ديال السوبر مارشي بحال. انا هنا الصراحه خليتها الليله كامله وهي فيها. زدت كل مره كنت كنوض وكنسقيها بشويه ديال العسل من الفوق، ومن بعد خليتها غطيتها وخليتها ليله كامله في ديك العسل حتى الغد ليه. عاد درتها بواحد الصفايه. كيجي الشكل ديالها على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف غزاله وراقيه. ممكن توجدوها من يعني المعسلات رمضان او لا الحلوه في البلاطو هكا تزينوا بها في بلاصه البريوات. والحشوه لداخل معلكه الصراحه. نتمنى ان شاء الله يعني تجربوها. وهذا هو الشكل ديالها. انا هزيت لكم وحده، وديك الحبه ديال الكركاع راه ما كتزعزعش بديك البيض اللي لصقناها. يعني ضروري البيض ديال البيض باش تلصقوها كتجي الحلوه كيف ما قلت لكم غزاله. والحشوه معلكه بديك دولسي دي ليتشي والكركاع وديك اللوز اللي درنا. كيف ما قلت لكم ديروا اللوز غبره اولا ديروا العقده ديال اللوز الا كانت شاط لكم مشي حلوه. شكرا لكم المتابعه الفيديو.
والسلام عليكم ورحمة الله.